مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. وزير الشؤون الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. البلاد تحتفل بعيد الصليب. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. مقتل 8 في تفجير انتحاري قرب قصر الرئاسة بمقديشو. تركيا تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة S-400 الروسية. زلزال بقوة 5.7 درجات يهز أكبر جزر الفلبين. السلام عليكم ورحمة الله. خاطب وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح افتراضيا الاجتماع 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلا للرئيس أفورقي. وقال الوزير عثمان في الكلمة إن العالم يشهد 3 تحديات كبيرة، هي وباء كورونا وتأثيره وأزمة التغير المناخي وتصاعد التوتر والأزمات العالمية الخاطرة. لذلك فإن الوقت هام ولا يمهل من أكثر من أي وقت مضى. وأوضح أن هذه التحديات المقلقة بيّنت بعض الحقائق الأساسية التي أبرزت سوء وعدم كفاءة بعض الوصفات الاقتصادية، وكشف القصور والمصاعب البنيوية في الأسرة الدولية والإدارة. وقال الوزير عثمان صالح إن بعض جهات المصالح الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا اتبعت بعد انتهاء الحرب الباردة سياسات مشوهة لضمان وتقوية النظام العالمي الأوحد، والذي يتعارض مع الوضع الذي يخدم تحقيق التقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي المستقر في مختلف مناطق العالم. وذكر إن هذا النظام العالمي الأوحد ظل يجبر على اتباع سياسات سيئة قاصبة تعيق وتعرقل إقامة نظام عالمي مؤسس على التوازن والمساواة وأسس قانونية واستراتيجية تنافسية صحيحة تمكن من النماء والتطور والازدهار. وبما أنه يؤدي إلى مخاطر التصادم وعدم الاستقرار، فإن من واجب الجميع مسؤولية التركيز في هذه القضايا باهتمام وجدية. احتفلت البلاد اليوم 27 من سبتمبر بعيد الصليب بمشاركة محدودة من البطريركية والكهنة والقساوسة في كنيسة القديسة مريم، مراعاة للتعليمات الصادرة لمكافحة جائحة كوفيد-19. بثت فعاليات الاحتفال التي بدأت عند 8 صباحا عبر الفضائية الإريترية مباشرة. وقد قدم البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا قيرلوس مراسم القداس، بالإضافة إلى أناشيد دينية بقيادة معلمي كنيسة قدوس ميكائيل بيت مخا وقدوس جبريل آخرية، وكذلك كنيسة القديسة مريم. كما قدم طلاب الأحد أناشيد ومزامير تتعلق بعيد الصليب. من جهته قدم مسؤول الوعظ للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية الأستاذ سمعون بياني توضيحا مفصلا فيما يتعلق بالمناسبة وخلفية عيد الصليب التاريخية ومحتواه الروحي ومعناه. في الختام قام البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا قيرلوس ومعه القساوسة بتسليم الشعلة لحاكم الإقليم الأوسط السيد فسهية هيلي لإشعال الدامرة في ساحة كنيسة القديسة مريم. أصدرت وزارة السياحة في 27 من سبتمبر بمناسبة اليوم العالمي للسياحة بيانا أوضحت فيه أهمية تعهد ومساهمة فاعلتين لكافة المواطنين بهدف تطوير القطاع السياحي. أوضح البيان بأن اليوم العالمي للسياحة الذي يحتفل به للمرة 27 على مستوى البلاد تحت شعار السياحة بكافة مناحي التطور، داعيا في الوقت ذاته لتعزيز المساهمة بكل قوانا المنسقة. وذكر بأن السياحة تعد إحدى قطاعات الاقتصادية تروي شغف الإنسان بزيارة الأماكن التي لم يصلها من قبل، وأماكن تاريخية لم يكتشفها أيضا من قبل، مشيرا إلى أن تحركات الإنسان من وإلى الأماكن السياحية لتنفيذ رغباته تسهم في تفعيل ثروات يستفيد منها كافة قطاعات المجتمع.
وقد حملت الحكومة والشعب الإريتري في فترة جائحة كوفيد-19 ناصبة أعينها على المراحل اللاحقة بوضع خطط واضحة تؤدي إلى النهوض بكافة أنواع التطور الموازية لتلك الخطط. ولا زال يجري العمل لخلق بيئة صلبة تساعد على رقي القطاع السياحي وتنشئة قدرات بشرية فعالة تتسم بالحيوية والنشاط لتحقيق ذلك الهدف المنشود. في الختام أوضح البيان بأن السياحة تضفي للحياة جمالا وبهاء وتعد أهم عنصر للعيش، مشددا على تحويل المرحلة الراهنة إلى مصالحنا بتنسيق المقدرات لتأكيد كافة أنواع التطور السياحي. أحيا إقليم عنسبة والجنوبي في مدينتي كرن وعصب اليوم العالمي للسياحة تحت شعار السياحة من أجل النمو الشامل. وشارك في مراسم الحفل التي جرت في مدينة كرن أصحاب المرافق الخدمية ومسؤولي السياحة وإدارة المدينة وغيرهم من شركاء العمل. وقامت جمعية المرافق الخدمية في الإقليم بتقييم مميزاتها وسلبياتها وبحثت نقاط تساعد في نمو العمل السياحي. وذكر رئيس الجمعية السيد فخر يسوس برهانه فرص العمل التي تتيحها المرافق الخدمية للمواطنين، مؤكدا تعزيز الجمعية بالتنسيق مع إدارة الإقليم ودوائرها لمضاعفة البرامج التنموية، داعيا للحد من أنشطة التجار غير القانونية. من جهته قال مسؤول الدراسات ومتابعات الثروات السياحية في الإقليم السيد فساهي هبته إن الحكومة والشعب الإريتري يتحركون بالنظر إلى أبعد من جائحة كورونا وتحدياته للنمو الشامل بوضع خطط ثاقبة. بدورهم قدم أصحاب المرافق الخدمية مشيدين بالجهد الجاري للنمو بالقطاع السياحي آراء وتوصيات تساعد في تطور المجال، أهمها منح اهتمام أكبر لصيانة البنى التحتية التابعة للقطاع السياحي والقيام بمتابعة جادة للأسعار ومراقبتها. في الختام قال المدير العام لقسم السياحة في الإقليم السيد سالم علي سالم إن الأنشطة التي تقوم بها جمعية المرافق الخدمية من أجل المصلحة العامة، مشيدا بالتعاون الذي يبدونه خاصة في فترة وباء كورونا، مؤكدا حل النواقص والقصور حسب أولوياتها. وذكر المسؤول المؤقت لقسم السياحة في إقليم جنوب البحر الأحمر في احتفال المماثل الشاب عبد الله عزام مميزات القطاع السياحي، وهو قطاع رئيسي يتطلب النمو الشامل. وقال رئيس جمعية المرافق الخدمية سيد بنيام طعمي إن المرافق الخدمية العاملة في الإقليم تنظم برامج تأهيل لتقديم خدمات فاعلة. صرح مكتب الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في مراسم تخريج 107 من الشباب قدموا من 91 إدارة ضاحية والتي جرت في 19 من سبتمبر بأنه يعمل على توسيع تأطيراته وتعزيز دور الشباب. واشتملت الدورة التي جرت في كلية حمل مالو الزراعي على تقوية القدرات السياسية والإدارية لمسؤولي الاتحاد وخلق فهم عملي مشترك وكذلك إعداد خطط عمل. وقال رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين في مناسبة التخريج إن الاتحاد يعمل بالنزول لمستوى الضواحي لإدخال برامج مؤثرة، داعيا الشباب للمساهمة والمشاركة لإنجاح البرامج الوطنية وإحداث تغيير في مناطقهم. من جانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد هيلة ولد برهان أهمية التنسيق لتقوية العمل السياسي والتنظيمي، مؤكدا بأن الشباب الواعي والكفؤ أساس كل جوانب النماء والبناء، ومن المهم المشاركة السياسية والتنظيم الفاعل لإنجاح البرامج الوطنية. وذكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية ممثلا لحاكم إقليم عنسبة السيد كبرى بن رأيو ذكر المتدربين لتعزيز المساهمة بالتنسيق مع الجهات العاملة في مناطقهم، مؤكدا على تعاون إدارة الإقليم لإنجاح برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. وفي إطار البرنامج زار المتدربون المواقع التاريخية التي شهدت البطولات عام 1975 و1976 و1978 في غنفلوم و1988 في قمة مسحليت، وقدم لهم شرح من المناضلين المشاركين في هذه العمليات.
نتوقف سادتي مع فاصل قصير وأعود لمواصلة الأخبار. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو. وبحسب المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم أمنه في تصريحات للإعلام المحلي، فإن التفجير الانتحاري استهدف نقطة تفتيش أمنية تابعة للقصر الرئاسي، حيث تزامن التفجير مع عمليات تفتيش لبعض السيارات. وأضاف المصدر ذاته أن التفجير الانتحاري تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة، دون تحديد إن كان الضحايا مدنيين أم عسكريين. من جهتها أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن التفجير بحسب بيان نشر على موقع صومال ميمو المحسوب عليها. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تزال تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية S-400، وهو إجراء يمكن أن يعمق خلافا مع واشنطن شريكتها في حلف شمال الأطلسي ويدفعها إلى فرض عقوبات جديدة على أنقرة. وتقول واشنطن إن صواريخ S-400 تمثل تهديدا لطائراتها المقاتلة طراز F-35 ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي. وتقول تركيا إنها غير قادرة على شراء نظم دفاع جوي من أي دولة حليفة في حلف الأطلسي بشروط ترضاها. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 آخرين من العاملين بها في ديسمبر في أعقاب حصول تركيا على الدفعة الأولى من الصواريخ S-400. استمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وقالت واشنطن مرارا إن ذلك سيؤدي على نحو شبه مؤكد إلى فرض عقوبات أمريكية جديدة. ضرب زلزال قوي الجزيرة الرئيسية في الفلبين من دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي ومسؤولين محليين. ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.7 درجات قبالة مقاطعة باتانغاس في جزيرة لوزون، فيما استيقظ سكان العاصمة مانيلا المجاورة على اهتزاز مبانيهم. وسجل الزلزال أو سجل على عمق 98 كيلومترا بحسب مركز المسح الجيولوجي الأمريكي. وحذرت وكالة الزلازل المحلية من وقوع أضرار وهزات ارتدادية. وتقع الفلبين في منطقة تعرف علميا باسم حزام النار في المحيط الهادئ، حيث يسجل نشاط زلزالي كثيف يمتد من اليابان إلى جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ. قتل 3 أشخاص وأصيب عدة أشخاص آخرون بجروح جراء خروج قطار عن سكته في ولاية مونتانا الأمريكية، على ما أعلنت شركة أمتراك للسكك الحديدية. وقالت الشركة في بيان إن أمتراك تعمل مع السلطات المحلية لنقل الركاب المصابين وإجلاء جميع الركاب الآخرين بأمان، مشيرة إلى أن نحو 147 راكبا كانوا في القطار، إضافة إلى 13 هم أفراد الطاقم. أوضح بيان الشركة أن 5 من عربات القطار خرجت عن مسارها قرب جوبلين شمالي مونتانا. وقال منسق خدمات الطوارئ والكوارث في مونتانا لصحيفة نيويورك تايمز إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وإن أكثر من 50 شخصا أصيبوا. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار المساء أعود فأذكر بعناوينها. وزير الشؤون الخارجية يخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة. البلاد تحتفل بعيد الصليب. الاحتفال باليوم العالمي للسياحة. مقتل 8 في تفجير انتحاري قرب قصر الرئاسة بمقديشو. تركيا تنوي شراء دفعة ثانية من منظومة S-400 الروسية.
وزلزال بقوة 5.7 درجات يهز أكبر جزر الفلبين. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.